اهلا بكم طلاب اولى اعدادي في فيديو جديد من فيديوهات حل اللغة الفرنسية. النهاردة معادنا مع امتحانات على الوحدة الرابعة اونيتي كاتر او مارشي في السوق. الامتحانات دي طبقا للمواصفات القديمة، بس هي طبعا موجودة في كتاب 2025. طب هو عمل كده ليه؟ على اساس ان انت برضه تتدرب على النظام القديم. ايه هو النظام القديم؟ اللي القطعة عندنا بدل ما كانت، طبعا انت امتحنتها، اللي هي كانت اسئلة وبنجاوب عليها من القطع، رجع تاني الأسئلة اللي هي الاختياري. تمام؟ فأنت بتتدرب على الأسئلة اللي هي بالنظام القديم، وبرضه في فيديو قادم إن شاء الله هنحل امتحانات من كتاب برافو برضه على الوحدة الرابعة بالنظام الجديد. أول حاجة القطعة، طبعا ديالوج حصل في الألاميزون في المنزل ما بين لامير الأم ورنا وبنت اسمها رنا. لامير قالت ايه؟ بونجور رنا، صباح الخير يا رنا. فرنا ردت قالت بونجور مامون، صباح الخير. مامون دي يعني امي. الام بتقول لرنا، بتقول لها رنا نو نافون با دو فروي، احنا ما عندناش فاكهه. ايه نو نافون با دو لوجوم، وكمان ما عندناش خضار. تو بو الي، هل ممكن تذهبي للأو مارشي للسوق بور اشيتي اون باستيك، لكي تشتري الباستيك اللي هي البطيخ. دي بانان موز، دي كونكمبر خيار، ايه دي توماتو طماطم. فرنا قالت ايه؟ اون جراند او بوتيت باستيك، بطيخة كبيرة او صغيرة. فلامير قالت جراند. فوالا 200 ليفر ايجيبسيان، 200 جنيه. رنا قالت ايه؟ جو بو بوار دو كوكا، ممكن اشرب كوكا كولا. لامير قالت وي مي الفو رونتري، يجب ان ترجعي تعودي على ميزون اميدي الساعة 12 الظهر. رنا ايه سامير، رنا ومامتها بارل يتحدثون امتى؟ في اللومة في الصباح. طب اشمعنى يا مسيو؟ عشان هنا في بداية القطع قالت ايه؟ قالت بونجور. بونجور يبقى صباح. السؤال التاني، رنا تذهب، هتروح فين؟ هم قاعدين في البيت بس هي هتروح فين؟ هتروح او مارشي. لامير دون رنا، لامير اعطت لرنا، اعطتها ايه؟ 200 ليفر ايجيبسيان، 200 يعني 200 جنيه. رنا أشت، رنا تشتري. دي فروي سلمون، اتفقنا اللي كلمة سلمون يعني ايه؟ فقط. هل هي تشتري فاكهة فقط ولا خضار فقط ولا خضار وفاكهة؟ طبعا دي فروي ايه دي لوجون، خضار وفاكهة. أسئلة المواقف، وده سؤال زي النظام الجديد. السؤال المواقف بيبقى اختياري. توم بوتي فرير تو ديموند، أخوك الصغير بيسألك. اوفا تو، اين تذهب؟ بور اشيتي دي لوجوم، لكي تشتري الخضار. كيسكيتو دي انت هترد بقى عليها تقول له بروح فين؟ هتروح او مارشي. تو دي موند اتونا مي، انت بتسأل صديقك. كيسكيتو اشيت، ماذا تشتري؟ الا بوتيك دو سوفونير، من محل الهدايا التذكارية. هو بقى هيقول ايه؟ هيرد عليك هيقول لك ايه؟ جاشيت اون مونتر، اشتري ساعة يد. او ريستيرون، في المطعم. تو ريزيرف اون تابل، بتحجز منضدة بور تروا بيرسون، لتلات اشخاص. كيسكيتو دي هتقول ايه؟ فطبعا انت هتقول اون تابل بور تروا بيرسون سيلفو بلي. طبل يعني منضدة او ترابيزة، ترابيزة لتلات اشخاص من فضلك. السؤال الرابع، تو ديموند اتونا مي، انت بتطلب من صديقك. سا بواسون بريفيري، يعني مشروبه المفضل، انت بتسأله عن مشروبه المفضل. كيسكيتو دي، ماذا انت تقول؟ يعني انت هتقول سؤال، يعني من الاخر هتقول له انت بتفضل ايه. فالسؤال اتقال بالطريقه بقى ايه؟ انا بحب الكافيه، جيم له كافيه. اتوا، وانت، يعني وانت بتحب مشروب ايه. اسئله الجرامير، طبعا في المواصفات الجديده بيبقى عندنا تصريف فعل، لكن المواصفات القديمه بتبقى اختياري. وبرضه في المواصفات الجديده برضه عندنا اسئله اختياري. تصريف الفو يبقى فو بروني. تصريف الإل دو بلوريال يبقى إل بواف. تصريف الأون دي بتساوي إيه اللي في التصريف؟ يبقى أشت. بور آلي، إيربور، إيربور. طبعا مبدوء بحرف فويل اللي هنا متحرك، يبقى الأبستروف. جو برون أنتي، أنا أتناول الشاي. إيه؟ إتوا، وأنت، وأنت بتتناول إيه. جيم كريم، كريم دي كلمة مؤنثة يبقى لا كريم. وليه اخترت لا؟ عشان عندنا فعل من أفعال المشاعر. جو برون كوكا، كوكا دي كلمة مذكر يبقى ان كوكا. سؤال التوصيل، وفي المواصفات الجديدة احنا ما عندناش سؤال توصيل. كيسك فو بروني، ماذا انت تتناول؟ فهتتناول ايه؟ هتبقى بي اون جلاس الا فراز، ايس كريم بالفراولة. او تو اشيت ان فلاكون دو بارفان، من اين تشتري الفلاكون دو بارفان اللي هي زجاجة العطر؟ طبعا هتبقى سي الا بارفيموري.
وكومبيان كود كم يساوي الكيلو دو بانان صافي 20 ليفر ايجيبسيان بايه؟ ب20 جنيه كومبليت. وطبعا ده موجود سواء في المواصفات القديمة او المواصفات الجديدة. او مارشي في السوق إليا دي فروي يوجد فروي فاكهة ايه دي ليجوم وكمان يوجد خضروات. مون فروي بريفيري فاكهتي المفضلة سي لا بانان. بور فير اون سالاد لفعل السلطة لعمل طبق السلطة. ايه الفو بمعنى يلزم. يلزم ايه؟ الفو دو تومات. ممكن نكمل بقى الفو دو تومات دي كونكومبر دي سيترون هكذا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. على الوحدة الرابعة ودي برضو المواصفات القديمة للامتحان، والفيديو القادم ان شاء الله هنحل على الوحدة الرابعة امتحان بس بالمواصفات الجديدة. جو مابيل ريم، انا اسمي ريم، جي 14 عندي 14 سنة. لو ماتان في الصباح جو في افيك ما مير اذهب مع امي او مارشي اون بوس بذهب مع امي الى السوق بالاتوبيس. ما مير اشيت 3 كيلو دو بانان 3 كيلو من البنان. 1 كيلو من البومب من التفاح. 2 كيلو 2 كيلو من الاورنج البرتقال. 3 كيلو دو تومات يبقى هي كده اشترت فاكهة وخضار. 2 كيلو دو كونكمبر و2 كيلو من الايه؟ من الخيار. مي ان شيت دو كاروت وما اشتريتش جزر. اون رونتر رجعنا الى المنزل ميدي بس بالاون تاكسي بوسيلة مواصلات اللي هي التاكسي، يبقى هم راحوا السوق بالاتوبيس بس رجعوا بالتاكسي. ريم فاو مارشي ريم راحت السوق. طبعا لو ماتان في الصباح عشان متقالها لو ماتان. ريم فاو مارشي راحت الى السوق افيك سامير مع مامتها. ريم رونتر الا ميزون رجعت الى المنزل، هي رجعت بالتاكسي ميدي ميدي اللي هي 12 ظهرا، فهنختار طبعا ادوزر. لا مير دو ريم اشت لا مير دو ريم اشترت 3 كيلو دورانج 3 كيلو من البرتقال. لا هي قالت 2 كيلو. 2 كيلو دو بانان 2 كيلو من الموز. لا دي 3 كيلو اهي 3 كيلو برضو. 1 كيلو دو بوم 1 كيلو ادي الان كيلو يبقى الان كيلو هي الوحيدة اللي صح. سؤال المواقف وده ما اتغيرش سواء في المواصفات الجديدة او القديمة. تو دي موند اتونامي انت بتسأل صديقك. كيسك تواشيت ماذا تشتري من المارشي. كيسكيل دي ماذا هو يقول بقى هيشتري ايه من السوق. فطبعا هو قال جاشيت دي كاروت اي دي سيترون اشتريت كاروت جزر ودي سيترون اللي هو الليمون. تو دي موند ان فوندور انت بتسأل الفوندور البائع. لو بري سعر. ان كيلو دو تومات سعر كيلو الطماطم. كيسكي تو دي يعني انت اللي هتقول السؤال فهتقول له ايه. لو كيلو دو تومات كيلو الطماطم سي كومبيان بكام. السؤال الثالث. تو نامي تو دي موند صديقك بيسألك. او تو فا اين تذهب بورا شيتي ان فولار. فولار اللي هو الاسكارف اللي هو منديل الرقبة. كيسكي تو دي فطبعا هنا هتقول جو في الا بوتيك دو سوفونير الى محل الهدايا التذكارية. السؤال الرابع من اسئلة المواقف. تو دي موند اتامير انت بتسأل مامتك. سيكو يعني ماذا ودي كلمة مهمة في المواقف أداة استفهام. ماذا يلزم لعمل السلاد. هي هترد عليك هتقولك طبعا الفوب معناه يلزم. دي تومات ايه دو كونكومبر يلزم طماطم وخيار. اسئلة الجرامير وفي سؤال بس تعدل اللي احنا بنصرف الفعل بايدينا ده مش موجود في المواصفات القديمة. تصريف النو هتبقى نو بوفون. رامي ايه علي. رامي وعلي يبقى جمع مذكر يبقى ايه الافيك اس يبقى برن. تصريف ال يبقى المونج. اسئلة الاختياري برضو. شادي فا باتيسيري. باتيسيري دي كلمة مؤنثة يبقى لا باتيسيري. تو فا افيك. افيك بعدها ضمير تأكيدي يبقى مو او توا. بس انا بسأل بقول ايه. هل انت تذهب معك ولا معايا. هل تذهب معي الى المدرسة. ممكن تيجي معايا للمدرسة يعني فهتبقى موا. جونو برومبا الجملة هنا منفية بفعل من افعال التجزئة يبقى هنا مادام في نفي يبقى الدو حتى لو الكلمة جمع عشان هنا نفي افعال تجزئة. كافيه ودي كلمة جمع يبقى الدو كافيه. سؤال الاسوسي التوصيل وده سؤال ملغي من المواصفات الجديدة بس احنا بنتدرب عليه تحسبا لو المواصفات دي رجعت تاني. لو السؤال ده رجع تاني يبقى انت بتتدرب عليه اهو. سافي كومبيان يعني ايه سافي كومبيان يعني ده بكام.
فاحنا لازم نقول سعر، فاحنا قلنا 100 ليفر ايجيبسيان ب 100 جنيه. او اليفو اين حضرتك تذهب؟ فانت رديت قلت جو في او مارشي اذهب للسوق. كيسكو فو فيت ماذا حضرتك تفعل او تعمل؟ فانت قلت جو سوي مارشان، مارشان يعني تاجر فاكهة. كومبليت سي فراز اكمل الجمل، وده سؤال موجود في المواصفات الجديدة او القديمة. جو في الا بوتيك دو سوفونير، انا اذهب الى محل الهدايا التذكارية. بور طبعا هنا بور اشيتي لكي اشتري، ولازم مصدر عشان بور بعدها مصدر. بور اشيتي ان فلاكون دو بارفان، زجاجة عطر. بور الي، بور الي او مارشي لكي اذهب الى السوق. جو برون انا اركب ان تاكسي، انا باخذ التاكسي. جو فودري انا اريد ان كيلو دو تومات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديو بتاع النهاردة حلينا امتحانين من كتاب برافو 2025 على الوحدة الرابعة او مارشي. طبعا الامتحانات بالنظام القديم، لكن احنا بنتدرب عليه تحسبا لو اي سؤال رجع تاني في الترم التاني. والى ان القاكم في فيديو قادم. au revoir et bonne journée. Merci pour regarder cette vidéo. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بقناتي.